ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزه القناه تكبر بيكم ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنعمل صينيه سمك في القلب. والله زي ما بقول لكم كده. طيب، نكمل الفيديو كده ان شاء الله. الفيديو هيعجبكم والاكل ان شاء الله هيعجبكم. طيب، عشان نعمل صينيه السمك دي هنحتاج، انا معايا سمك مشاط. احنا بنقول عليه مشاط يا بنقول عليه بلطي، يعني اللي ايه بنقول المسميين، شوفوا انتوا بتسموه ايه. تمام. والتمليحه بتاعته هنحط توم وفلفل اخضر، ده كله فرماه في الكبه. توم وفلفل اخضر وعودين بقدونس وملح، فلفل لا عذرا، ملح وكمون وكزبره وليمون. تمام. يبقى البولة اللي انا بحط فيها دي التمليحه بتاعه السمك. هنحطها ايه؟ هنحط توم، فلفل اخضر، عايزه تحطي سبايسي ماشي، عايزه تحطي بارد ماشي اللي يريحك. عودين بقدونس، وهنملح بملح وكزبره ناشفه وكمون. تمام. وهنعصر ليمون كده. تمام. احنا يعني سمك يعني كمون. تمام يا حبيبي، احنا متفقين على كده. هنجيب السمك بتاعنا. انا جايبه وسط، ما بحبش السمك الكبير. تمام. نضيفه زي الفل اهو. اهو ده. آه اللي انا قطعاه نصين دول هعمل هقليهم. تمام. اللي هي بحالتها دي اللي هنعملها صينيه اهو. نضيفه زي الفل. تمام. هنجيب السمك كده ونفتحه فتحة او فتحتين على حسب حجم السمكية معاكي. تمام. انا ما بحبش السمك الكبير، برضو المتوفر معاكي. عايزه تجيبيه كبير هاتيه، عايزه تجيبيه زي ما انا جايباه وسط ماشي. تمام. هنفتحه كده فتحتين او فتحة واحدة عشان التمليحة بتاعتنا تبقى في قلب السمكية كده وتدخل جوه السمك. تمام. اهو نفتح كل السمك اللي معانا اللي هنعمله صينيه. الجلافز والسمك مزحلقين مع بعض. بالله عليكم الكل اللي وصل لهنا للفيديو ما ينسانيش في اللايك والاشتراك في القناه. عايزين القناه كده تكبر ان شاء الله. اهو كده السمك بتاعنا اهو. هنجيب من التمليحه بتاعتنا ونملح بطن السمكايه، وهنملح الفتحات اللي احنا عملناها كده كويس خالص. تمام. اهو نملح كده اهو كده. نحط التمليحه بتاعتنا في قلب الفتحات اللي احنا عملناها عشان التمليحه بتاعتنا توصل للسمكية من جوه، ويطلع اللحم بتاع السمكية مملح معانا. تمام. اهو بالشكل ده. دي اللي هنحطها في الصينيه، وهنعمل لها دلوقتي خلطه تحفه ان شاء الله هتعجبكم. تمام. اللي هو انا فاتحه من فتحه قطع السمكية نصين، دي هنقليها. تمام. اهو نملح السمك بتاعنا كده كويس، وندخل في قلب الفتحات من التمليحه كويس، يعني ندي حقها في التمليح عشان تطلع معانا السمكية طعمها حلو كده ومملحه كويس. دي حبايبي اللي هنقليها. تمام. برضو لو مش عايزه تقطعيها كده وعايزه تخليها في حالتها وتقليها برضو براحتك. تمام. دي باقيه معلقه من التمليحه بتاعتنا هنحتاجها، مش هنرميها. التمليحه بتاعتنا دي هنحتاجها. تمام. اهو كده ملحنا السمك بتاعنا كله اهو. تمام. هنركنه دلوقتي على جنب عشان نشوف هنعمل ايه تاني في الصينيه بتاعتنا. دي معايا طماطم وبصل وفلفل فلفل رومي. عايزه تحطي فلفل حامي براحتك. تمام. احنا مش بنحب الحاجه حاميه زياده، فعشان كده مش بستخدم الحاجه حاميه كتير. تمام. اهو. ومعايا جزر مبشور، واللي هتودي طعم السمك في حتة تانية عودين من الشبت. جربي عودين الشبت دول في صينية السمك دي، تحفة تحفة، والريحة كانت خطيرة بجد، كانت الريحة تحفة. تمام.
دي المعلقه اللي كانت باقيه معانا من التمليحه بتاعت بدري. تمام، هنحطها على الخلطه بتاعتنا كده، وهنحط شويه من الملح. طبعا مش هنحط ملح كتير عشان التمليحه بتاعتنا مملحه كويس. نحط شويه من الملح برضو اللي هي البهارات اللي احنا حطيناها في التمليحه هنحطها على الخضار بتاعنا. تمام، في حاجه من الخضار دي عايزه تشيليها، عايزه تحطي حاجه تانية براحتك. تمام، عايزه تزودي طماطم اكتر، عايزه تزودي فلفل اكتر، بصل اكتر، الحاجه اللي بتحبيها وعايزه تزوديها زوديها اهو. وهنقلب الخلطه دي بتاعتنا كويس خالص، هنقلبها في قلب بعض، نخلي كل التوابل والتمليحه وطعم الخضار كله يدخل في قلب بعض. تمام اهو بالشكل ده. بعد ما قلبناها، وهنمسك السمك بتاعنا اللي هو الصحيح. تمام، السمك اللي هو الصحيح اللي مش مقسوم، هنحط الخلطة دي في قلب السمك بتاعنا. تمام، هنجيب صينية تدخل الفرن، صينية بايركس صاج اللي متوفر عندك. تمام، هنجيب صينية كده تدخل الفرن، وهنحط في قلب الصينية شوية من الخضار بتاعنا، نحط معلقتين زيت وبعدين نحط شوية من الخضار بتاعنا. تمام اهو، معلقتين من الزيت كده في الصينية عشان الخضار والسمك بتاعنا ما يتزقش في قلب الصينية. تمام اهو كده، نوزع الزيت بتاعنا كويس، ونحط شوية من الخضار كده نفرشه في قلب الصينية. تمام اهو، نفرشه كويس خالص، وهنجيب السمك بتاعنا ونحشي البطن بتاعته. تمام، هنحشي السمك بتاعنا من البطن كده ونحطه في قلب الصينية اهو. نحشي السمك بتاعنا. كانت صينية وهم بجد، كانت خطيرة وحلوة جدا. اعجبوهم معذرا اعملوها وان شاء الله هتعجبكم، هتعتمدوها باذن الله اهو. نملح السمك، ان نحط الخضار في قلب السمك بتاعنا كله. تمام بالشكل ده. انا عملت 4 سمكات من الصينيه دي، كنت جايبه 2 كيلو، عملت 4 سمكات من الصينيه دي، وتقريبا كان برضو 4 سمكات من اللي هي المقليه. يعني حبيت اعمل نوعين، اللي حابب ياكل كده واللي حابب ياكل كده. تمام اهو، هنجيب شرايح من الليمون بتاعتنا وهنحطها في الفتحات اللي احنا عملناها. طبعا الليمون يعني هينزل المية اللي فيه على السمك، وهيبقى خطير ان شاء الله اهو. نحطها في قلب الفتحات اللي احنا عملناها، وادي شكل الصينيه. هي بتتكلم عن نفسها، هي عايزه تتاكل هي ونيه كده قبل ما تدخل الفرن. تمام، هي هندخلها دلوقتي الفرن. تمام، ونخليها تستوي براحتها. وعملنا شويه رز بني، رز بني مش رز الصياديه اللي هو بصل، لا رز بني عادي، حمرته وطشيته عادي. تمام، شويه سلطه وشويه طحينه. الطحينه دي معموله في البيت، وده السمك المقلي بتاعنا. الطحينه دي معموله في البيت، انا اللي عاملاها ومنزله الفيديو بتاعها على القناه لو حابين تشوفوه. وادي شكل الغداء بتاعنا، صينيه السمك كانت خطيره، تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده بكتير. وما تنسوناش في دعوه حلوه كده، ولكم بالمثل ان شاء الله. ادي شكل السمك بتاعنا مستوي، والتتبيله داخله من جوه اهي باينه قدامكم، تحفه بجد، جميل جدا. مع السلامه يا حبيبي، الى لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.